باختصار يعني امتى حد بيبدأ مشروع جديد، وفي أصلا نظرية في ريادة الأعمال اسمها the effectuation theory، اللي هي أنك أنت تبدأ أو إحنا نبدأ باللي عندنا. مثالي في الحوش اللي أنت تملكها، مرات أصحاب يعطوها لك. حتى بالنتورك مثلا في ناس مرات هي اللي عندها الحاجة اللي أنت تبها فتقدر تستخدمها منهم. موضوع أن ما فيش دعم ولا ما فيش فلوس هي اللي موقفتني، أنا نشوفها غلط، لأن عادة الفلوس ممكن رابعة ولا خامس حاجة عائق يعني قبل للمشاريع الجديدة. يعني مش في التوب، مش الأولوية. لا 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 لا, لا. لو عندك فكرة صح وانت مستخدم الموارد متاعك صح حتقدر تبدأ، بعدين حيكون اصلا عند فيه زي البروتوتايب ولا اكزيبيشن تقدر توريه للناس، بعدين هم يقدروا يعطوك فلوس. بس بداية لا، يعني لو انت او انت تحبي تبدي حاجة وما فيش فلوس، جيب حد تعطيك فلوس. لو ما فيش حد يعطيك فلوس، هل بحاجة درتها انا خدمت بارت تايم وخشيتي كيف مشاريع تجارية مش ريادية.